اهلا اهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وبما اننا في الدخول المدرسي كنبغي نقول لكم بدايه سنه دراسيه جديده مليئه بالنجاحات وبالتفاؤل لوليداتكم. الله ينجح وليداتنا والله يوفقهم وليدات المسلمين اجمعين. وهنايا غنشارك معكم اول روتين ديال الدخول المدرسي، التحضيرات ديالو، المشتريات وكل شيء، واول نهار كان في المدرسه كيفاش داز، وحتى لانش بوكس ديال هذا النهار غنشاركو معكم. وهنا اول حاجه هي المشتريات. هنايا غادي نوريكم هاد القريعات اللي الصراحه عجبوني بزاف، بخاتيك الثمن ديالهم جد مناسب. خديت لهم جوج ديال الاشكال، هادو اللي كتشوفوا فيهم دابا، هادو بالنسبه للعصير ويقدروا يديروا فيهم حتى الماء، ولكن انا حاولت نفرق ليهم، يعني نخلي لهم ديال العصير بوحديتهم ونخلي لهم ديال الماء بوحديتهم، واخا راه ما كيكملوش ليهم العام، راه دغيا كيخسروهم كيهرسوهم ولا كينساوهم في ليكول ما كيلقاوهمش كل مره وشنو. المهم هادو اللي فيهم لاباي بالنسبه للماء الثمن ديالهم كيدير 35 درهم، والاخرين كيديروا 25 درهم. هاد لي بواط هادو اللي الصراحه حمقوني، كنت غناخد ليهم بحال بحال، ولكن كل وحده واشنو اختارت. وراكم عارفين الوليدات صغار كل وحده كتبغي تاخد على ذوقها، خليتهم ياخدوا على حسب داكشي اللي بغاوه معايا. هاد لابواط هادي اللي زوينه فيها جوج ديال الطبقات، وهذه اللي حتى هي كيوت عجباتني، هذه ديال غيتا هي اللي اختارتها الصراحه، فيها المعلقه ديالها كتحل، وفيها واحد لابواط صغيره من الداخل. هانتوما غتشوفوها فيها داك المقص. انا ما عرفتش داك المقص لاش داروه، وقيلا كيقطعوا به هكا لا كريب ولا، المهم ما عرفتش شنو كيديروا بالمقص. هاد لابواط هادي تقدروا ديروا فيها شي صوص او لا شوكولا او لا جبن او لا شي كريمه وصافي، وهنا كتسد كتجي صراحه زوينه وعمليه. وندوزو دابا لي باني واللي هما هادو الكود كور اللي صراحه حمقوني. الثمن ديالهم جد 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 مناسب. خديتهم من مينيسو، الثمن ديالهم داير 59 درهم، قولوا 60 درهم. راه صغارين البنات، واخا كيجيوكم هكا كبارين، ولكن راه مهم الحجم ديالهم صغير. قادهم هكا في لابواط وفي القريعه ديال الماء، زوينين من الداخل هانتوما شفتوا، وكيتهزوا بحال هكا يعني بحال شكل السويك. ايوا صافي يا اختي، من بعد قال لك والو ستفي لينا داكشي اللي غادي نمشيو به غدا ليكول. المهم استفت لهم هنايا حويجاتهم هادو ديال الوئام. ضروري راكم عارفين الدخول المدرسي كيبغيو هكا حويجات جداد. المهم خديت لهم حويجات من السا وايكيكي والمقيبطات عاوتاني اختاروا على ذوقهم. وهاد العام بدلت ليهم ليكول، هاد ليكول اللي دخلتهم ليها ضروري من الطابليه، يعني اوبليجي انهم يمشيو بها. مهم بوغ لانستون راه خديت لهم غير وحده لواحد، وان شاء الله من بعد غادي نخيط لهم شي حاجه على ذوقي انا، يعني هادو خديتهم ليهم واجدين، ومن بعد غادي ندير لهم شي جوج واحد اخرين باش يبدلوا بهم. راكم عارفين الطابليات سورتو في الابيض راه دغيا كيتوسخوا. صراحه فكره زوينه انهم يمشوا بلي طابليي. المهم سالينا من داكشي ديال التحضيرات وغندوزو دابا المرحله ديال الكتوبه. المهم هنايا اول حاجه بغيت نشاركها معكم هي هاد الاديزيف، هاد البابي اديزيف. بزاف منكم غيكونوا كيعرفوه وبزاف منكم غيكونوا ما كيعرفوش. المهم انا شي 4 سنين تقريبا وانا كنديروا ليهم، وما عمري ما شاركتو معكم صراحه في القناه، اول مره غادي نشاركو معكم. المهم هاد الباك راه تيكون فيه 10، الثمن ديالو كيدير 30 درهم، كيتباع في اي مكتبه. ساهل في التلصيق ديالو، كيجيني براتيك بالنسبه للكتوبه، حسن من الاخر ضروري خاص يشد معاك شي واحد. وكيجيوك شي مرات عوجين، سورتو الا كانوا الكتوبه هكا كبارين بزاف ما كيبغيوش يلصقوا، ما كيبغيوش يشدوا مزيان. هادو يعني دغيا كيلصقوا على الكتاب، غير هي واحد القضيه خاص ضروري المسطره او شي حاجه اللي تكون هكا كبيره، باش منين كتكوني كتجري في ديك البابي كتبقاي غاده وانت كديري بالمسطره باش ما كيجيش مبوق. المهم انا غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه باش تفهموا اشنو كنقول. المهم هنا كتحلوا واحد شويه، هنا راه كتحيد واحد اللعيبه، انا في الاول ما لقيتهاش، وعاد من بعد غادي تحل ليا كانت لاصقه. هنا كتحطوا الكتاب كما شفتوا في الوسط، يعني هما اصلا تيكونوا قاسمينها، كتكون مقسومه على جوج، وانتم كتجيو نيشان كتحيدوا ديك اللصقه وكتحطوا هكا الكتاب في الوسط وكتنيوه وكتقطعوا هكا جنيبات بالمقص وصافي، وكتبداو كتلصقوا، يعني ما كتحتاجوا لا سكوتش لا حتى شي حاجه. هي ديك الورقه كتحيدوا ديك الورقه الفوقانيه وتيبقى داك البابي اللي تيكون ترونسبارون تيلصق نيشان على الكتاب. المهم ها نتوما غتشوفوا. المهم هاد اللي كنت كنهضر لكم عليها بحال لا بوند دايره بحال هكا كتحيد، هذيك هي اللي كيجي الوسط منها الكتاب. صافي هنا كتبداو تجروا شويه بشويه. ومهم هنا ما غتبانش لكم مزيان، ولكن من غندور للجهه الاخرى راه غادي تبان لكم مزيان.
كتاخذوا المسطره ولا شي حاجه اللي كتكون بحال هكا عريضه وطويله، وكتبقاو تجروا نتوما كتجروا وانتوما كتحيدوا في داك الكاغيط صافي، وراه كيلصق لكم. والجناب صافي كتاخذوهم بحال هكا وكتلصقوهم. راه دغيا البنات كيلصقوا، ولكن ما نقولش لكم شحال تعذبت البنات مع اول مره انا كنلصق. راه واخا هكاك ما تديوش على التلصق ديالي، المهم راني ماشي كنعرف 100%، ولكن غاده مسلكه راسي بالنسبه لاول مره. راه سهله، ها نتوما شوفوا كيفاش كتاخذوا المسطره وكتبداو تجروا بحال هكا باش ما تجيكم لا تبويقه لا حتى شي حاجه، وكيجي هكا ليس وكيجي زوين وكتلصقيه في الجناب. كما قلت لكم ما عمرني ما لصقت. انا مي كنت كنقرا كنت كنلصقها بوحديتي، من بعد كان باباهم من بنياتي هو اللي كيلصق ليهم، وهاد المره قلت انا نجتهد ونلصق راسي. ايوا الساعه وحلت في الكتوبه. هانتوما شفتوا كنوريكم الكتاب كي جا فيه جا، صراحه جا زوين بزاف. ايوا هنا صافي راه بديت كنعيا البنات ما نقولش لكم، وجالسه كنزرب مع محمد غالي كناعس. منين كنبدا نلصق حتى كيكون ناعس، راه 3 ايام وانا فيهم بلا ما تضحكوا عليا، حيت كاينين تبارك الله ديال الوئام وكاينين ديال الغيتا وكتوبه كتارين، راه كيجيوني صعابين عرفتي، واحد من مور واحد من واحد. وخاصني ملي كيفيق محمد غالي صافي كنحبس، لانه كيبدا يجر لينا في المسطره ويجر لينا في المقص وما تيخليناش نقادو على خاطرنا. ايوا هذا هو اللي عنده حال اللي عنده الوليدات. صافي هنا كما شفتوا التلصق ديالهم ساهل، خصكم غير تشدوا الطريقه اللي غادي تجيكم سهله. وهنايا البنات من بعد ما ساليت التحضيرات، هنا لو لوندوما يعني النهار ديال اللي غادي يمشيو فيه المدرسه، فقت مع 6:30 ديال الصباح. المهم اول نهار نقولوا كاع السيمانه كامله الاولى ما تنكونوش عارفين ترونسبور فوقاش غيجيو لوليداتنا. المهم نورمالمون هما تيدخلوا مع 8:30، ولكن قالوا لي 8 يكونوا واجدين. انا فقت مع 6:30، قلت يلا نفيق، توديت وصليت الله يقبل وصافي درت شويه ديال القران. وجيت هنايا كنوجد ليهم الفطور. راكم عارفين اول نهار ديال الدخول المدرسي غادي نجلس معاهم في الطبله وباباهم ونفطروا هكا مجموعين باش كيحسوا بديك الاجواء ديال العائله وداك الدفء العائلي، وتيمشيو هكا فرحانين المدرسه. ايامات الاخرى باش ما نجيكم نيشان ما كنفطروش كاملين في دقه واحده، كل واحد الوقيته اللي كيفطر فيها. مثلا انا البنات كيفطروا، باباهم كيمشي هو الاول كيسبقهم كيفطر بكري، عاد كيفطروا البنات كيمشيو، انا كنبقى معطله لانني كنت متبعه الصيام المتقطع. هذاك الشيء علاش. ايوا صافي هنايا قلت غادي نفطروا هذا النهار الاول نفطروا مجموعين وداك الشيء. عمرت براد ديال اتاي، راكم عارفين ضروري اتاي على الصباح. وهنا غادي نصايب لهم اومليت. انا ما بغيتش، غادي نديرو غير البنات، حتى باباهم ما بغاش الاومليت، وغادي نديرو لهم واخا راه ما كيبغيوش يفطروا مزيان غير كيذوقوا صافي. المهم غادي ننصحكم واحد النصيحه، اي حاجه كانت مخربقه لكم من دماغكم او معذباكم في الروتين ديالكم العام اللي فات، حاولوا تبدلوها هذا العام. حاولوا تبدلوا النظام ديال حياتكم كامل باش تحسوا بانكم مرتاحين في النهار ديالكم. واول حاجه غنوصيكم عليها هي الفياق بكري. دائما في الفيديوهات ديالي تنقولها، دابا راه العطله راه غتكونوا شبعتوا نعاس كاملين، صراحه شبعنا نعاس. ودابا مع الدخول المدرسي اكيد غادي نبدلوا من الروتين ديالنا، غادي نوليو نفيقوا بكري، غادي نعسوا في الوقت، غادي ناكلوا في الوقت، ماشي بحال العطله كان عندنا كلشي مخربق. يعني كنا كنفيقوا كنفطروا على خاطرنا وقت ما تغدينا وقت ما نعسنا. صافي دابا داكشي كله سالا، غادي نبداو ان شاء الله في الروتين جديد اللي ما كاين غير الحيويه والنشاط. هذا ما كان البنات. المهم هنا تقريبا وجدت لهم الفطور. كنقاد اتاي كنشوف ليه الحلاوه ديال السكر. وهنا بنياتي راه ديجا وجدت لهم حويجاتهم كما قلت لكم البارح. الحمد لله كيفيقوا دابا بوحديتهم، كيغسلوا وجههم، كيحكوا سنيناتهم بوحديتهم، وكيلبسوا حويجاتهم بوحديتهم. يعني ما بقيتش كنلقى مشكل ديال انني نلبس الغيته ولا شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي باقا كنديرها هي انني كنمشط ليها شعرها. صافي هنا حطيت ليهم الفطور ديالهم ودزت باش نوجد لي لانش بوكس. هنا غادي ندير ليهم لي ميني بيتزا بالخضره. كتجي صراحه زوينه، سورتو لما كانوش وليداتكم كياكلوا الخضره دخلوها ليهم هكا في بيتزا راه ما يحسوش بها نهائيا. انا خديت واحد الكورجيت اللي قطعتها هكا رقيقه وشحرتها مع شويه ديال الزيت البلديه، شويه الملحه وشويه ديال البزار. صافي درت لاصوص طوماط ديالي ودرت من فوق منها شويه ديال الطون، تقدروا ديروا الكفته ولا اللي بغيتو. ودرت هكا هذاك الكورجيت ودرت الفلفله ودرت الفرomاج. وهنا غادي نطيبها في الاير فراير. كتجيني الصراحه سهله وعمليه. حتى تقولوا لي البنات الا كنتو كتبغيو هكا افكار ديال لانش بوكس في الاير فراير غادي نديرها لكم. وبالمناسبه بالنسبه للانش بوكس
بودكاست غادي نبقى ان شاء الله نحط لكم فيديوهات خاصه باش اللي بغى ياخد هكا غير افكار ما بغاش يتفرج في الروتين. غادي ندير لكم هكا فيديوهات سيباري راه بديت كنصور فيهم ان شاء الله. غنحط لكم فيديو في هاد الايامات هادي اللي غيكونوا فيه افكار ديال لي لانش بوكس. المهم هنا كما شفتوا درت لهم بيتزا رافقتها بشويه ديال الخيزو ودرت هكا شويه ديال العنب، حريشه ديال الدار، وديك لابواط درت فيها شويه ديال الجبن، وهنايا عندي تميرات. صافي هنا بالنسبه للانش بوكس راه كانوا واجدين، قريعه الماء ضروري، وهنا كندير لهم هذا الياغورت هذا زوين ما تيكونش فيه الحلاوه بزاف. صافي هنا البنات راه كانوا لابسين حويجاتهم فرحانين فطروا، ويا مشطات شعرها وغير تمشط ليها شعرها، وهنا كيقولوا لي باي باي. وهنا غيسالي معكم الفيديو ديال هذا النهار، تنقول لكم تسناوني ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.